السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم ازاي تخلي بيتك سمارت. النهارده هقول لك ازاي ب10 خطوات بالظبط تقدر تحول المطبخ بتاعك لمطبخ سمارت بالكامل. طب تعالوا الاول نشوف يعني ايه مطبخ سمارت. مطبخ السمارت هو مطبخ عادي خالص زي اي مطبخ في اي بيت، لكن موجود فيه حاجات بتساعد اهل البيت في انها تتغلب على مشاكل ممكن تقابلها، والحاجات دي بتوفر وقت ومجهود، وكمان ممكن توفر فلوس كتير، وممكن تنقذ ارواح كمان. حد هيقول لي ياه كل ده؟ ايوه، الكلام ده حقيقي وبدون اي مبالغة. يعني المطبخ اللي في الفيديو ده هو مطبخ سمارت بالكامل، لكن مش اي حد يقدر يحدد ده بمجرد النظر اليه. يلا بينا. اول حاجة محتاج تضيفها هي الموشن سنسور، وده بيكون متوصل بالسيستم بحيث بمجرد ما الشخص يدخل في حيز السنسور الانوار تنور تلقائي، وعلى حسب الوقت الصبح او بالليل تقدر تتحكم في شدة الاضاءة اذا كانت عالية او منخفضة. يعني مثلا لو السنسور شاف ان المكان فيه حد لفترة اطول من 3 دقايق مثلا، هيعتبر ان الشخص ده بيطبخ او بيدور على حاجة وبيفتح النور التاني تلقائي. ولو مفيش حركة في المكان السنسور هيدي إشارة ويبدأ يطفي الأنوار لوحده. وطبعا أنا عامل إن الأنوار تطفي بشكل تدريجي تحسبا لأي خطأ إن ممكن يكون حد جوه المطبخ ويقفل عليه النور مرة واحدة. تاني حاجة طبعا تكون موجودة سمارت في المطبخ عندك هي الأنوار، عشان تقدر تتحكم في شدة الإضاءة أو إمتى تنور وإمتى تطفي. تالت حاجة محتاج تضيفها هي الترمومتر. الترمومتر اللي عندي موجود بتاع شاومي، شغال بالبلوتوث وبيحدث البيانات بتاعته في السيستم كل 3 دقايق. البيانات عبارة عن درجة الحرارة والرطوبة، ودي ممكن أبني عليها سيناريوهات. رابع حاجة محتاج تضيفها هي الشفاطات، تحولها لشفاطات سمارت. تقدر تحولها بسهولة عن طريق الميني سمارت سويتش. بالنسبة لي حولتها هي والأنوار هنا في المطبخ، ودي الحلقة بتتكلم بالتفصيل ازاي تحول اي جهاز كهربائي لجهاز سمارت. استفدت ايه طيب اما انا حولتها سمارت؟ استفدت ان انا اقدر اعمل السيناريو ان لو موجود حد في المطبخ ودرجة الحرارة عدت 50 او الرطوبة فوق 80 يفتح الشفاطات بشكل تلقائي لمدة 7 دقايق، لان في الغالب في اكل محطوط على البوتاجاز او في بخار مية طالع مزود الرطوبة ومعلي درجة الحرارة في المطبخ. وده بيدخلنا على الإضافة رقم 5، وهي الزرار الذكي. وده زرار عشان تقدر تتحكم في المطبخ بشكل كامل بدوسة واحدة أو دوستين أو 3 زي ما انت عايز. يعني ممكن لو انت محتاج تقفل الأنوار أو الشفاطات أو الاتنين مع بعض ينفع كله بدوسة واحدة. بالنسبة للزرار الذكي اتكلمنا عنه في حلقة بالتفصيل وقلنا المميزات بتاعته وطريقة شغله، تقدر تشوفها في الوصف. وده طبعا بيوفر مجهود ووقت، بدل ما اروح بنفسي واقفل 4 حاجات كل حاجة لوحدها. الاضافة اللي بعد كده هو سنسور الباب. كتير جدا بطلع حاجات من الفريزر واحطها على جنب وبقفل درج الفريزر وانسى اقفل الباب نفسه، او ان الباب نفسه ما بيتقفلش للاخر. عشان الموضوع ده بالذات عملت سيناريو ان لو الدور سنسور ادى اشاره انه مفتوح اكتر من دقيقة يشغل صوت في سماعات البيت كتنبيه، وانت تقدر تغير الصوت ده وتخليه اي حاجة عشان تنبهك انك تقفل التلاجة. الإضافة رقم 7 هو المحبس الذكي، وده بتقدر تتحكم بيه في تقفل محبس المية أو محبس الغاز، بس لازم يكون المحبس بالشكل اللي ليه يد عشان يقدر يتحكم فيه. وده طبعا بيشتغل بالواي فاي أو بالزيجبي. الإضافة رقم 8 هو حساس الغاز الذكي. طبعا الغاز من الحاجات اللي ما فيهاش هزار. لو حد لا قدر الله كان بيعمل قهوة ولا حاجة واتطفت العين وهو مش واخد باله، السنسور اوتوماتيك بيدي اشارة للسيستم، وزي ما انت عايز في السيناريو بينور انوار في البيت بلون معين، والسنسور نفسه بيدي انذار وبيبعت نوتيفيكيشن على الموبايل. ولو عندك غاز طبيعي
تقدر توصل بيه المحبس الذكي اللي لسه متكلمين عليه وفي المحبس الغاز بشكل تلقائي، وبالتالي ما يحصلش تسريب للغاز في الشقة. ودي من الحاجات اللي بتقدر تنقذ أرواح بعد ستر ربنا. تعمل اشتراك في القناة عشان تشوف الفيديوهات الجديدة اللي هتنزل. There's a gas leak, check that out. الإضافة رقم 9 هو سنسور المية. مين فينا مش بيخاف إن تحت الحوض ممكن يكون فيه تسريب مية؟ عشان كده السنسور بيتغلب على الموضوع ده، بيبلغك لو حصل أي مشكلة تسريب للمية تحت الحوض وإنت مش شايفها. يقدر برضو يبعت إشارة وتعمل سيناريو اللي إنت عايزه، ينور أنوار معينة أو يقول في السماعات الرسالة اللي إنت عايزها، أو أي صوت تاني إنت محتاج تعمله كتنبيه للموضوع ده. وتقدر برضو توصل بيه المحبس الذكي ويقفل محبس المية ويمنع مشكلة كبيرة تحصل لو كان التسريب نفسه من الحنفية. الإضافة رقم 10 والأخيرة هو سنسور الدخان. ده من الحاجات الأساسية في أي مطبخ سمارت، وده هيفيد لو أي حد نسي حاجة على النار، زيت مثلا أو حاجة اتحرقت أو حاجة شاطت. السنسور بيقدر يستشعر الدخان وبيدي إنذار مسموع قوي وبيدي إشارة للسيستم، وزي ما عرفنا تقدر تاخد الإشارة دي وتبني عليها أي سيناريو أنت عايزه. بالنسبة عندي هنا بخليه يشغل الشفاطات بشكل أوتوماتيك ويدي إنذار بصري في الأنوار الذكية. وبكده تكون خلصت حلقتنا. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل الجرس. سلام.